في 4 ألعاب نفسية تقدر تلعبها على الشخص اللي بيقلب عليك الترابيزة. لعبة رقم 1 لعبة اسمها سكيب. يعني أنا دلوقتي بحاسبك على غلطة انت عملتها، فتقوم انت تقلب عليا الترابيزة وتتهمني بغلطة تانية خالص. اللعبة هنا ان انا هعمل سكيب لكل كلامك وهكمل في اللي انا بقوله كأنك ما قلتش حاجة اصلا. يعني مثلا، هو انت ليه كدبت عليا وقلتلي ان انت في مكان وطلعت في مكان تاني؟ هو انت مش عارف ان انا ما بحبش الكدب؟ يعني انت متضايقة من كده ومش واخده بالك من اللي انت عملتيه الاسبوع اللي فات، ان انت احرجتيني قدام الناس؟ هو انت ليه عملتي كده؟ صحيح، هو انت كان قصدك ولا ايه؟ كان قصدك صح؟ رد عليا، ساكت ليه؟ ازاي تكدب عليا؟ لازم تبقى عارف ان رقم 1 عندي الثقة والاحترام، وبجد انت نزلت من نظري جدا، وكمل معاتبتك ليه وامشي ولا كأنه بيقول اي حاجة. اللعبة رقم 2 عدم الدفاع عن النفس مهما كان بيقولك ايه. يعني لو قلب عليك الترابيزة لدرجة انه قالك انت قتلت فلان، ما تدافعش عن نفسك. بجد، لانه الهدف بتاعه من انه يقلب عليك الترابيزة انه يخليك تنسى الموضوع الاساسي اللي انت بتتكلم فيه وتدافع عن نفسك في الموضوع اللي هو بيتهمك بيه، وانه يطلعك انت اللي غلطان وتعتذر. الرد الصح انك تفضل فاكر النقطة الفلانية اللي انت بتتكلم فيها وتقوله انا مش مركز في اي حاجة تانية، انا دلوقتي بسألك سؤال كذا كذا كذا، ولو هو مرضيش يرد على سؤالك واتكلم في اي موضوع تاني ما تكملش معاه الحوار اللي هو بيتكلم فيه لحد ما يرد على كلامك. لعبة رقم 3 اسمها الشفقة المزيفة. يعني هعمل نفسي بشفق عليك بس انا مش بشفق عليك. يعني لما حد يقلب عليك الترابيزة قوله انت ليه بترد عليا بحاجة تانية؟ انا دلوقتي بسألك سؤال معين، لو انت مش عندك رد على السؤال ده دلوقتي عشان انت خايف او متوتر من الغلطة اللي انت عملتها، ابقى رد عليا لما تكون كويس. وبكده انت اثبتت عليه الغلطة بتاعته وانه كمان متوتر. لعبة رقم 4 الاعتذار الإجباري. يعني لما يقلب عليك الترابيزة تجبره كأنه اعتذر وهو ما اعتذرش أصلا، بس انت بتديله إيحاء بكلامك ان الاعتذار حصل وكمان ان انت ما تقبلتهوش. يعني مثلا لما يقلب عليك الترابيزة هتقوله طبعا هتقولي ما كنتش أقصد وما خدتش بالي، وتقعد تتحايل عليا للصبح زي كل مرة. حتى لو ده مش بيحصل انت كده أوهمتله ان هو بيعمل كده، فبالتالي انت برضو أثبتت عليه الغلط وما اديتهوش فرصة يقلب عليك الترابيزة.